فجأت رابطين لي وبدهم يعتدوا علي. قال انت في خطبة الجمعة قاصدنا احنا. يعني هسه اللي بيجوا عندك اصحاب ذوق رفيع واللي بيجوش عندك مش ما لهمش ذوق رفيع. مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ في البداية بنقول الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، وكان الله في عون ساكنين الخيام في قطاع غزة. يعني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، رمضان 2025، بنقول لكم كل عام وانتم بخير. بيت فوريك اولا رمضان 2025 راح تقدم برنامج جديد لاول مرة في بيت فوريك اللي هو بودكاست. اولا هالبرنامج اللي رايحين نستضيف فيه عدة شخصيات دينية، عدة شخصيات اعتبارية، وشخصيات عامة، وشخصيات فكاهية. واحنا عشان عم بنحب الشيخ عمر راح يبقى عنا الحلقة الأولى مع شيخ رائع وشيخ جميل جدا وصوته جميل جدا اللي هو الشيخ عمر مليطات. شيخنا مساء الخير. الله يسعد مساكم أوقاتكم، وفقكم الله سبحانه وتعالى لما يحب ويرضى، الله يجزيكم الخير. شيخنا الغالي عمر مليطات، مين هو عمر مليطات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الفقير إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. الشيخ عمر مليطات ابن الشيخ عبد الرؤوف ابن الشيخ محمود العودة. كان الشيخ محمود عودة من علماء العصر في زمانه، حيث درس وتخرج من الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية. وأنا من فضل الله سبحانه وتعالى أعد نفسي الوريث للشيخ محمود العودة في العلم. هناك قواسم مشتركة بتجمعنا في الشيخ محمود العودة، إنه مثلا ابتدأ حياته الدينية كان طفل صغير في 14 من عمره. الشيخ محمود العودة، الشيخ محمود العودة خطب أول جمعة خطبها كان في 14 من عمره. وأنا عند فضل الله سبحانه وتعالى أذنت بالسن 12، وأميت المصلين بالسن 14، وأول خطبة جمعة كانت إلي في السن 16، وأنا 16 سنة كانت أول خطبة إلي. ببداية طبعا حياتي الدينية أنا في سيد الظهر، مواليد سيد الظهر، بلدة سيد الظهر. أبوي أنا من المليطات وقرايبي يعني، وعائلتي المليطات وأهل بلدي بيت فوريك بعتز فيهم، لكن بحكم عمل أبوي في سيد الظهر كان شيخ البلد في فترة الستينات والسبعينات حياة أبوي. وأنا إن كان مولدي ونشأتي في سيد الظهر في السبعينات، ودرست المرحلة الصف الأول ابتدائي بسيد الظهر قبل ما ينتقل إلى هذه البلد. طبعا حياة أبوي كان من أصحاب الأصوات الجميلة، وكان يعلمني القرآن الكريم منذ الصغر، علمني القراءة والكتابة، أتقنت القراءة والكتابة. وأنا كنت طفل قبل ما أدخل المدرسة لسه كنت بتقن القراءة والكتابة، علما أنه أنا بلغت 7 سنين من عمري وأنا لا أتكلم. كان عندي مشكلة في الكلام، ما أتكلمش. وبعد محاولات حثيثة دلوا أبوي على أحد الناس الأطباء وعالجني في الشغلة هاي، ورجعت من فضل الله سبحانه وتعالى أتكلم. وبعديها أبوي حفظني من القرآن الكريم خاصة الصور الصغيرة، وكنت في المدرسة وأنا في الصف الأول، وحتى جيت على بيت فوريك كنت المميز بهاي الأمور. حتى مدير المدرسة والأساتذة كانوا في نظرهم أن أنا بقرأ قرآن سابق جيلي، لساتني في قراءة القرآن الكريم. في هاي المرحلة من فضل الله سبحانه وتعالى بعديها أنا من رواد المساجد دون طفل صغير بحكم مرافقتي لأبوي. طبعا أبوي مات وأنا في 9 من عمري، مات أبوي، توفي أبوي، كان عمري 9 سنوات، كنت في الصف الثالث. لكن فضل الله سبحانه وتعالى إن أنا ما تركت المسجد، وظلت عندي ارتباط مباشر في المسجد. وكنت مرافق بعد أبوي إلى حياة عمي الحاج يوسف الشيخ أبو الوليد. كنت مرافق له مثلا في الموالد اللي كانوا يعملوها. كانت في عادات عندنا في الثمانينات اللي هو المولد النبوي، ويعملوه في البيوت اللي عنده مناسبة، بنى دار ولا أجا ولد ولا نجح له ولد، يعمل مولد في البيت ويعزم الناس والختايرة في هذاك الوقت. وزي كنت أنا مرافق لعمي وحضرت هاي الحقبة، وهي كانت بداية انطلاقتي الدينية. كانت بداية انطلاقتي الدينية
أنه يوم ذات أيام دعينا إلى مولد، وكنت في 13 من عمري. في هاي الفترة ما لقيوش أحد يقرأ المولد، لأنه كان اللي يقرأ المولد كان عنده مناسبة، وما كان يستطيع أنه يجي يقرأ المولد. طبعا هو كان مولد، هو تناقل من مشيخة لمشيخة، وكان حياة سيد الشيخ محمود، بعدها حياة الشيخ الحاج أبو فهمي رحمه الله اللي كان شيخ البلد بعد الشيخ محمود العودة. وأنا يعني حضرته وأنا كنت طفل صغير لأبو فهمي، وكان اللي مع ارتباطات وعلاقات حلوة جدا مع الحاج أبو فهمي رحمه الله، وكان هو يقرأ المولد. بعد ما توفى حاج أبو فهمي صار اللي يقرأ الموالد في البلد ويقوم على المسألة الدينية له حياة الله يرحمه الحاج محفوظ الباكر أبو مرعب. يوم من ذات أيام بقراءة مولد عند أحد أقاربي في البلد، ما في حد يقرأ المولد، وأنا طفل صغير وقاعد بين الناس وحدا عمي قاعد، ما اعتبرت إلا أحد الحجاج برمى علي الكتاب أو بقول لي ما هاش غيرك أنت يا خالي. وأنا تفاجأت، عن كان زي الصاعقة. أنا 12 سنة عمري أو 13 سنة عمري، وبدي أقرأ مولد على مسامع وجهاء بيت فورك، كل أهل بيت فورك حاضرين. هذا حكي في 82، كان عمري 12 سنة. في اللحظة هاي طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى أنا منذ الصغر عندي قدرة على التأليف، وعندي قدرة على صياغة الشعر والقصيد وشي زي هيك. فقرأت مولد كانت قراءة ناجحة 100% موفقة بفضل الله سبحانه وتعالى. من هاي الفترة نادوني ناس شيخ، فقدموني أهل البلد الختياري الكبار اللي كانوا في المسجد، قدموني أأذن لأول مرة وأنا 12 سنة. قدمني الحاج أبو فهمي الله يرحمه، قدمنا أذنت وأنا 12 سنة. بعديها الختيارية قدموني بعد من خلال قراءة القرآن في سماعة المسجد يوم الجمعة، والناس يعني أعجبوا بقراءته وبصوتي، قدموني أئمة الناس في أمت 14 سنة. بعديها في سن 16 بدأت حياتي في خطبة الجمعة بتشجيع من الشيخ حسام أبو حيط رحمه الله. شجعني على خطبة الجمعة، وكانت بداية خطبي في مسجد بيت الشيخ في طانة. وأول خطبة بخطبها في المسجد القديم كان عمري 17 سنة. أول خطبة خطبتها في مسجد قديم لاقت إعجاب كل الناس الموجودين. من فضل الله سبحانه وتعالى حفظت القرآن الكريم كاملا في 6 شهور وأنا في سن 27 من عمري حفظت القرآن الكريم. بعد حفظ القرآن الكريم وحصولي على تكريم الشهيد أبو عمار رحمه الله، حيث كان أبو عمار في كل عام يعمل تكريم لحفظة القرآن الكريم، فحصلت على $300 وعلى مصحف وعلى درجة بكالوريوس في حفظ القرآن الكريم، لأنه كان أبو عمار أصدر قرار. أبو عمار مع بداية السلطة، مع بداية حكم السلطة الفلسطينية، أصدر قرار أبو عمار بمنح حافظ القرآن الكريم درجة البكالوريوس في حفظ القرآن الكريم. طبعا هي محدودة في الأوقاف، بتوظف عليها إمام محفظ وخطيب مدرس في الأوقاف. طبعا هذه من حسنات الرئيس الراحل أبو عمار رحمه الله. لكن إخواننا أنه أنا قرأت القراءات العشر، ومنذ تلك الفترة إلى يومنا هذا أنا بشتغل إمام، ومن ثم تدريس القرآن الكريم في المساجد وتحفيظ القرآن الكريم للصغار قبل ما أتوجه للقراءات العشر في هذا المجال. شيخنا يعني إحنا سألنا بعض الناس بيحكوا لك الشيخ عمر بيعمل تنويع في القراءات وبحب يطول في الصلاة. ليش بتطول في صلاة التراويح بالذات؟ يعني بنسأل الناس بقول لك والله صلاة التراويح بحبش أصليها في المسجد القديم، ليش الشيخ عمر غاد بطول؟ شو قصتك إنك بتطول في الصلاة؟ أنا بالصلاة بشكل عام فيها إطالة، التراويح بالذات ما فيها إطالة. التراويح وخاصة أنا صلاة التراويح عندي وخطب الجمعة مسمي هاي لأصحاب الذوق الرفيع عنا. فإذاك من فضل الله شباب بيت فوريك ورجال بيت فوريك حتى الأطفال الصغار اللي عندهم يعني تذوق للمواهب والأصوات وكذا بيجوا يصلوا عندي. والتراويح من فضل الله سبحانه وتعالى عندي قصيرة مش طويلة صلاة التراويح،
والناس اللي بقول عن صلاة التراويح طويلة هم بيصلوا عند التراويح، بس سمعوا من الناس اني بطول بالصلاة. بشكل عام الصلاة غير التراويح فيها إيطالية، أنا لا أنكر ذلك. في إيطاليا بشكل عام في صلوات تانية غير التراويح، لكن أنا أحرص أنها تكون قصيرة، ومن باب تحببنا في صلاة التراويح الموعظة اللي كانوا يعطوها المشايخ بين 4 ركعات عفوا، أنا عندي لغيتها هاي الموعظة. إحنا حاليا بقرأ التراويح بقراءة قصيرة جدا وبمقامات صوتية، كل ركعة بمقام. وأنا في التراويح يعني نازل عند رغبة المصلين اللي عندي، خاصة من جيل الشباب. ففي شباب بيجوا بيطلبوا نوع معين من القراءة، نغمة معينة. أنا أقصد النغمات مش القراءات. منها إن شاء الله رب العالمين إن خلينا نقول نفصل أو نميز بين النغمات وبين القراءات. القراءات إشي علم مستقل بذاته، والنغمات مستقل بذاته، لكن النغمات تدخل في باب المواهب. والصوت الجميل هو منحة من الله سبحانه وتعالى. أقول بداية عن صوت الجميل أن الله سبحانه وتعالى حكى في سورة الفاطر، شو قال ربنا سبحانه وتعالى؟ قال ملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. الآن كلمة يزيد في الخلق ما يشاء ضع تحتها خطوط. قال العلماء في تفسير هذه الآية يزيد في الخلق ما يشاء، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بس تقويم، له ايدين 2 ورجلين 2 وعينين 2 ودين 2، لكن شيء زياده في خلق الله سبحانه وتعالى في الايه هاي. قال العلماء الذكاء مثلا زياده في خلق الله، يعني مش كل الناس مستواهم واحد في الذكاء. الصوت الجميل، الصوت الحسن هو زياده في خلق الله سبحانه وتعالى. وانا بفضل الله سبحانه وتعالى منحني الله سبحانه وتعالى هذه الموهبه، منحنا الصوت الحسن ربنا سبحانه وتعالى، فانا لا ابخل عن الناس بهذا الصوت الحسن. فهنا في التراويح أنا بنزع رغبة الناس، كل واحد بده نغمة معينة أنا أقرأ له إياها، واليوم في كل ركعة في نغمة عشان أرضي كل الأذواق. وفي نفس الوقت التراويح اسمها تراويح في الإسلام، تراويح من الراحة. يعني الآن جاي صلاة التراويح جاي أرتاح، جاي أرتاح، مش جاي يصلبني الشيخ يحكم علي إعدام وصلب، ولا جاي على صوت مش حلو ولا قراءة مش جميلة. لأن التراويح جاي أرتاح أنا، فإذا كان بكون فيش مفقودة هاي المقومات في المسجد، بروح عند شيخ صوته مش حلو وبطول في القراءة وقد يكون غير متقن، في نفس الوقت أنا ما ارتحت في القراءة. فعشان هيك الشيخ بده يهيئ للناس أسباب الراحة أثناء التراويح، أشعر بالراحة وأنا أصلي التراويح. عشان هيك يا جماعة الخير إحنا بنقرأ كل ركعة في نغم، وبنحاول انه نجمل ما استطعنا وما نطول في التراويح عشان الناس تكون مرتاحه وتخرج من المسجد مرتاحه. من فضل الله سبحانه وتعالى لو حضرنا في المسجد القديم وسالنا الناس ليش، يعني انا اذكر قصه، احد الشباب صلى حد رجال كبير في السن، قال يا ابني انا ما بعرفش منين انت، منين ليش جاي هان؟ قال له والله انا ساكن بحي الضباط. طب قال لهم قدامك 5-6 مساجد عشان ما تيجي، وعندك جامع الصحابي، عندك جامع الامر، ليش مثلا جيت على قال بس جيت هون عشان انا اسمع قراءة الشيخ عمر، جيت هون. يعني هاي مثال من ناس. مش بس هيك، يعني احنا التقينا في عدة شباب في هذا الموضوع. هناك شباب بكون مع تسجيل صلاة التراويح، يعني بتكون عدة أجهزة في المسجد بسجل صلاة التراويح. أقول إنه أنا أحاول أن أوفر الراحة التامة لمصلين التراويح، لكن إطالة الصلاة بشكل عام في الأيام الأخرى غير التراويح. إطالة الصلاة إلها أمر واحد، إن مثلا أنا أقرأ القرآن بالترتيب، بختم القرآن عادة هيك، ما بقرأ مما تيسر، أنا بقرأ القرآن بالترتيب. أحيانا بتكون عندك آية طويلة، أحيانا عندك معنى آيات. أنا كمدرس للقرآن الكريم لعلوم القرآن الكريم في عنا آيات ما بقدر أوقف عليها، في قصة الناس ما بتقدر تركع وتخلي القصة نصها تقطع لنص الناس هم يسمعوا، فالأصل أنك تعطي القصة كاملة. هيك عندنا في تدريس القرآن الكريم بندرس هيك، أن الأصل أنا يوم بقرأ على مسامع الناس إذا أنا بدأت في قصة أن أنهي هذه القصة. لكن برضو الصلاة بدها تأني الصلاة.
وأنا مش مع يعني إطالة الصلاة بشكل يطير خشوع الناس وشيء زي هيك وأمور هيك، لكن أنا مع الوسط ان شاء الله رب العالمين في هذه الامور. بس احنا بنخلي الصلاه طول كنا القصه عامل والصوت عامل، يعني برضه الصوت بيلعب دور. اذا قرأت مثلا على مقام الصبا مش زي ما تقرأ على مقام الرست، مثلا مقام الرست سريع جدا، مقام الصبا بطيء، ولا مقام عجم بطيء. فاذا ممكن ايتين او 3 ايات 4 ايات على مقام الصبا او على مقام العجم تاخذ قد صفحه في مقام الرست مثلا. بشوف دائما على صفحتك بتقول إلى أصحاب الذوق الرفيع أنا موجود مثلا اليوم صلاة الجمعة في مسجد الراشدين. يعني هسه اللي بيجوا عندك أصحاب ذوق رفيع واللي بيجوش عندك مش ما لهمش ذوق رفيع يعني، أو مش أصحاب ذوق رفيع. لا الله يجزيك خير على السؤال. أول شيء كل احترام لكل كبير وصغير بيت فوريك، كل الناس ذويقة وكل الناس، لكن السبب هنا أنا يعني تلفوني يوم تكون خطبة جمعة، عشان مرات بنتقل على مساجد ثانية بتكون الناس يسألوا من الصبح حتى من الليل شيخ وين بكرة، شيخ وين بكرة. أنا في لي متابعين فضل الله سبحانه وتعالى بيجوا على مسجد الراشدين بس جايين عشان يسمعوا خطبتي، جايين عشان يسمعوا خطبتي. فعشان هيك أنا من باب تكريم هذول الناس، من باب تكريم هذول الناس كلهم اصحاب الذوق الرفيع وشغله زي هيك، من باب رفع مكانتهم. انا كل اهل بيت فوريك على راسنا وعيننا من راسه، في خطبه بخطبه احسن مني في بيت فوريك، وانا كل احترام لاي خطيب يعتلي منبر رسول الله سبحانه وتعالى. لكن هذول الناس زي ما تفضلت خلاص يعني في حب في ود في كذا وين، فبقول كلمه بقولوا المحبه رزق. نعم. المحبه من الله. نعم. زي ما نعم ونعم بالله. فانا بحط هاي العباره بس عشان هيك من باب يعني رفع قدر الناس ان شاء الله رب العالمين. يعني انا في اكثر من جنازه او اكثر من خاتمه بيت عزاء بشوفك انت قبل ما تبلش الخطبه يا جماعه اللي مولع سيجاره يطفيها، يا جماعه اطفوا السجائر. وبتعرف انه مرات زي ما بقولوها يعني هذا خارج اطار الدين، انه اللذة في القاع السيجاره في تاليها. شو قصتك مع اطفاء السجائر في الختمات والجنائز؟ مرات انا يعني من يوم نكون مدعوين على وليمه لميت او كذا وبدي ادعي دعاء، بكون دخل في الدخان بقول للناس يصوبوا تخصص سيجارتهم مع سيجاره حكى شكلين حرام تشبها. انا مرات بقول للناس هيك يعني من باب تطيب الجو. اما بالنسبه لوجود امر شرعي مثلا كطلبة عروس او جنازه او ختمه او ما الان احنا في طاعه لله سبحانه وتعالى. بدنا نعرف انك انت يوم جاي تحضر جاهة عريس جاي طاعه لله سبحانه وتعالى. جاهة عريس فيها خطبه زي خطبة الجمعة، فيها خطبة وفيها رد وفيها كذا وفيها شيء أمر شرعي وبتوقف في عبادة لله سبحانه وتعالى. كذلك الأمر في الجنازة طاعة في قراءتين من الأجر. حكيت قبل شوية، أنا حكيت شغلي، أنا قلت إنه في عنا حديث تقام عليه الأحكام الشرعية، وحكيت إنه عن حديث الصلاة وحديث الجميع، وحكيت عن حديث إذا أنا مت فلا تتبعني لا نائحة ولا نار. وهذا حديث طبعا رواه سيدنا عمرو بن العاص. الحديث هذا تقوم عليه أحكام الجنائز كلها. قال إذا أنا مت الحديث كالتالي: فلا تتبعني نائحة ولا نار، وأقيموا عند قبري بمقدار ما ينحر الجزور ويقسم لحمه، فإنني أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع رسل ربي. هذا الحديث طبعا صحيح، واللي رواه سيدنا عمرو بن العاص هذا الحديث، إنه الميت يستأنس باللي وجد على القبر وجزيك. إلا ما نصله بالنسبة للدخان. الدخان أول شيء هو من الخبائث ليس من الطيبات. بعض الناس ممكن تزعل مني، الناس هسه حاليا ممكن تزعل مني، خاصة أمر الدخان بالذات في بيت فوريك. يعني أمر الدخان وأمر الجمع هذول شغلتين ممنوع الشيخ يتكلم فيهن. قضية الدخان أول شيء هو الخبائث. أنا مش واقف أنا أحرم ولا أحلل، أنت حر ما دخل، بس زي ما حكيت في عندي ثوابت في ديننا. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حكى: كل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. إذن أنا في طيب جاي أطلب عروس أو جاي أقرأ على ميت أو نحضر جنازة، أنا في عمل طيب. ليش أخلي هاي السيجارة يضيع؟ أول شيء الحديث: فلا تتبعني نائحة ولا نار. الوقت الحديث إحنا اللي حكينا قبل شوية. النائحة اللي يعني تلحق تتنوح على الميت يوم موت، النائحة يوم القيامة الله سبحانه وتعالى بده يلبسها سربال جرب، يعني بدل درع من جرب هاي للنائحة يوم القيامة. كذلك الأمر
فيتبعونها ولا نار، لأن الملائكة لا تكون في جنازة فيها نار. وكانوا في الزمانات يعملوا للميت يسموا شعلات وإيش زي هيك، فالملائكة مستحيل تمشي الملائكة في جنازة فيها نار مولعة، سواء كانت سيجارة ولا كانت شعلة ولا مين ما تكون الجنازة. والميت بحاجة الملائكة، مش بحاجة إلي ولا إلك، بحاجة ملائكة. فعشان هيك إحنا عشان نربط الناس بالطاعة وبالعبادة، إنه ما تخلي شيء نقص عبادة، اعرف إنه هاي عبادة، هاي طاعة. الدخان مقدور عليه بأي وقت بندخله. فعشان هيك عشان نشعر بالاتباع، نشعر ان جالسين في عباده، انا بطلب اطفاء السجاير. طبعا هذا كلام موجود عندنا في بلدنا، انا اعتز في اهل بلدي، غير بلدنا مش موجود هذا الكلام. وانا رحت على احدى الجنائز في خارج البلد، ودعوني اني انا ادعي للجنازه. اول ما وقفت طلبت من الناس شغلتين: قطع الكلام عن المقبره واطفاء السجاير. استجابت الناس. تفاجأت انه الشباب كلها اللي كانوا موجودين هناك، خاصة من اللي عندهم توجهات دينية، فرحوا بهذا الكلام، فرحوا وانبسطوا. قال انت الله يجزيك الخير، احنا ايش مش قادرين نعالجه، هيك انت عالجت لنا اياه. يعني في ناس متضايقين من هذا الشغل. بعدين رحت على احدى البلاد، طلبوا مني ادعي، بس كاجا واحد وشوشني قال لي اوعى تقول اتولعوش دخان، تذكرت انتوا اياهم، خلص انت ادعي الدعاء وانتهينا. فبلدنا، في أهل بلدنا بالذات، من فضل الله سبحانه وتعالى، لم أرى بلد من البلدان بيحترموا كلام الشيخ زي البلد هاي، زي البلد. يعني الشيخ مهما يقول للناس، مهما كذا، من فضل الله سبحانه وتعالى الشيخ له احترام. هاي من باب خيرية هاي البلد. يعني بلد زي هيك له ماضي عريق، وبنفس الوقت عمره ما وقف واحد، يعني من التسعينات وطالع، خلينا نقول، او من الالفينات وطالع. انا حياتي يعني خلينا نقول بشكل رسمي بلشت من اواخر التسعينات واطلع. فعمره ما وقف واحد في خلال الفتره وقال يا شيخ هذا غلط، يا شيخ هذا مش صح، يا شيخ هذا. فكل الاحترام والتقدير لاهل بلدنا ولاحترامهم لكلام الشيخ، الله يجزيهم خير ويبارك فيهم ويوفقكم جميعا. شيخ بدي بس شوي خلينا نفوت في هالقصه. انت شيخ، كل الناس بتوجهوا لك في امور الدين. نفرض نقول يعني شغلة صغيرة، انه احد الاخوات انه توجهت الك بتقول لك اخوي اللي بيصلي في الصف الاول ماكل حق في الميراث، انت شو بتقدر تساعدها لهاي المسطورة؟ الله يجزيك الخير على السؤال. في ناس توجهونا لهي امور، ولا حتى اكثر من هاي الامور. يعني من فضل الله سبحانه وتعالى يعني دخلنا في قضايا، بفضل الله سبحانه وتعالى مثلا حلينا قضايا أسرية كانت واصلة للطلاق بفضل الله سبحانه وتعالى، وحليناها والله وفقنا لذلك. وفي ناس بتوجهونا. أنا عندي شغلة الجرأة في الموضوع. يعني أول شيء أمام الناس، إحنا بنخطب أمام الناس، إحنا ما بنقول فلان وكذا وعلنتان ونصرح. إحنا بنقول مع عمي هناك من يصلي في الصف الأول آكل حقوق، هناك من يصلي بالصف الأول نصاب، هناك من يصلي بالصف الأول يماطل في الدين. وحكيت اليوم خطبة الجمعة يعني أخبرهم يا صلاح 100%. فلذلك أنا جريء في هذا، يعني في جرأتي في هذا الموضوع. يعني أنا لا أتحرز على أي موضوع بشوف فيه مخالف في بيت فوريك عادي بطرحها، في خطبة، في درس، في غيره، في غيراته بطرحها، وما بحسب حساب لحدا. ليش؟ لأنه هذا واجبي، هذا واجبي. فأنا ممكن يوم تتوجه لي أحد أخوات بهذا السؤال بنوزع الأمر، ممكن نجيب الزلمة نحكي معه، ممكن أدخله عندي على المكتبة في المسجد وأسكر الباب علي وعليه وأتكلم أتخرف أنا وياه، شو بقدر أحل بحل. وشفته الزلمة ثقيل دم مسقع، بقوم بكبسهم درس في الجامع وبحضر من هذا الشغل كلياته، بحضر منه هذا الشغل. لانه انت الدرس وضلك اشر عليه. لا ما بنأشر عليه، ما بنأشر عليه، بس هو اللي زي ما بقول مثل اللي على راسه بطحه بحسس عليها. يعني يوم انه اجوا للقاضي شريح وحكوا له، قالوا له يا سيدنا القاضي في هالشخص قاعد بفوت بسرق عنا الدجاج والبيض من خموم الدجاج، بفوت على البيوت الدجاج وبسرق البيض قاعد. المهم انه يعني زي مجننا يوميا بفوت وبسرق البيض بس، وبيجي بصلي عندك يا شيخ،
وهذا الكلام. طيب طلع الشيخ في خطبة الجمعة قاضي شريح، طبعا مضروب في المثل في الذكاء القاضي، قال: أيها الناس، ما بال أحدكم يعمد إلى أقنان الجيران فيدخل ويأخذ البيض ثم يأتي المسجد بكل وقاحة والريش على رأسه؟ فعمل هيك الزلمة، قالوا امسكوه. طلع هو بطريقة عالجة، فسووا على راسه بطحة بحسس عليها، فبيعرف هو مستحيل يوقف يقول: شيخ أنت بتقصدني، شيخ بتقصدني. فصارت عدة ناسات يعني أتكلم عن كلام في خطبة الجمعة. واحد مرة يعني حط لي أولاده في الشارع وكذا، تفاجأت رابطين لي وبدهم يعتدوا علي، قال: أنت في خطبة الجمعة قاصدنا إحنا. قلت له: يا عمي ما قصدك أنت، فصلنا بعض مشكلته حلت ليها أنا فيما بعد. لكن اللي بيعجبكم في عندي 4-5 حجاج مثلا أو ناس كبار في العمر عندهم خلافات على هيك أمور، كان شيخ أنت في خطبة الجمعة حكيت عنك، قلت له حكيت عنكم، ولا مش عيب عن حجاج كبار وكذا بيت الله بطريقه هاي، حكيت عنكم. تعال اغسل طاقيتي، اقطع راسي، حكيت. فذاك الدين بده جرأة، مسائل الدين بده جرأة، ما تهادن نهائيا. فكنت انا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني اي واحد بتوجه لي بسؤال ما يتحرج، وشو بقدر اساعده بساعده. شيخ بس خلينا نختم الحلقة الأولى من برنامجنا بآيات عطرة بصوتك الحلو. أنت اختار أي آية قرآنية، خلينا نختم البرنامج الحلقة الأولى من برنامجنا فيها. تفضل شيخ. طبعا لا أفضل من الثناء على الله سبحانه وتعالى. نختم بآيات إن شاء الله فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى، وكل القرآن هو ثناء على الله سبحانه وتعالى، لكن أفضل آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي. فنقول بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. احنا بنتشكرك شيخنا، شكرا لمتابعي صفحتنا. بنختم حلقتنا الأولى، ولنا لقاء في حلقة جديدة.